مش عارفة إزاي أنتِ لسه لغاية دلوقتي ما بتعرفيش توفّري في مصروف البيت، ومش كل وصفاتنا يعني لازم تكون باللحمة وبالفراخ، لا طبعًا بيكون في وصفات اقتصادية وسهلة وسريعة، وفي نفس الوقت بتكون طعمها حلو أوي وكمان ينفع إنِّك تفرّزيها. باتمنى ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير للفيديو، ونسمي ونصلي على رسول الله. وأول حاجة كده معايا بطاطسيتين حلوين كده غسلاهم كويس جدًا، وهنبتدي إن إحنا نقطّعهم شرايح بالشكل ده. هنبتدي إن إحنا نقطّعهم كده مكعبات صغيّرة عشان تتسلق معاكِ بسرعة. هتجيبيهم بقى وتغسليهم برضه لمّا تقطّعيهم قطع صغيّرة كده، اغسليهم كويس جدًا تاني تحت الحنفية. بعد كده هتجيبي الحلة الحلوة بتاعتِك وهتبتدي إن أنتِ تحطّي فيها إيه، البطاطس بعد ما قطّعتيها بالشكل ده. وطبعًا بعد ما قطّعناها زي ما قُلت لِك لازم تغسليها شطفة كمان. هنحط لها بقى المَيّة كده، بس تغطّي البطاطس مش هنحط لها ملح ولا أي حاجة، لأ إحنا عايزينها تتسلق بالمَيّة عادي كده خالص. وبعد كده لمّا تتهري معاكِ خالص ترفعيها من على النار. هنبتدي بقى إن إحنا نجيب شوية خضار حلوين كده، أنا معايا هنا فلفل ألوان، معايا فلفل أخضر، ومعايا هنا فلفل أحمر، ومعايا بصلاية هاقطّعهم برضه كلّهم كده قطع صغنّنة خالص، زي ما أنتم ملاحظين كده لازم تقطّعيهم قطع صغيّرة. وبرضه معايا فصين 3 كده من التوم، لو حابة إنِّك تبشريهم في المبشرة يبقى أحسن. بعد كده بعد البطاطس ما اتسلقت معايا كويس جدًا، ابتديت بقى إن أنا أصفّيها وهي سخنة كده لازم تهرسيها، يعني ما تستنيش عليها إن هي تبرد وبعد كده تهرسيها لأ، لازم تهرسيها وهي سخنة كده وبعد كده تسيبيها تبرد. معايا هنا طبق تاني حطيت فيه نُص كوباية من الدقيق، ابتديت إن أنا أتبّله بقى، أتبّل الدقيق بتاعنا، حطيت ملح وفلفل وكاري ومعلقة كده من التوم البودر والبصل البودر ومعلقة كمان من الكركم، وحطيت كمان معلقة كده من البيكنج باودر، وحطيت معلقة كده من المرقة البودر بتدّي طعم حلو أوي برضه. معايا برضه نُص كوباية من المَيّة هابتدي إن أنا أنزل بيها حبّة بحبّة كده لغاية القوام بتاعي ما آخُد القوام بتاع العجين اللي أنا عايزاه. مش عايزة برضه القوام يبقى يعني سميك معايا، لأ أنا عايزاه يبقى خفيف معايا، وده بيكون شكل السُمك بتاعها. هتبتدي بقى إن أنتِ خلاص بعد ما جبتِ وهرستِ البطاطس بتاعتِك بعد ما سِبتيها تبرد شوية، هتبتدي بقى برضه بنفس التوابل اللي إحنا حطّيناها على الدقيق بتاعنا، نبتدي إن إحنا نتبّل بيها البطاطس. وهنبتدي بقى برضه الخضار اللي إحنا قطعناه الحلو بتاعنا ده، هنبتدي إن إحنا نحطه على البطاطس بالشكل ده. بُصّوا لو عندِك بقى حبة جبن حلوين كده أنتِ يعني متوفرين عندِك في التلاجة، يعني ميكس كده من الجبن حطيه برضه هيدّي طعم حلو أوي برضه للبطاطس بتاعتنا. بس إحنا طبعًا بنعمل حاجة اقتصادية فإيه هنشتغل بيها زي ما هي كده. هنعجنها كويس جدًا لغاية أمّا تبقى ناعمة معاكِ وكل المكونات تدخل مع بعضها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بس كده، بعد ما عجنتها كويس نبتدي بقى إن إحنا نشكّلها كده زي ستريبس الفراخ أو زي تشكيلة البانيه كده. بُصّوا بابتدي بقى إن أنا إيه، أكوّرها على إيدي وأضغطها كويس كده وبعد كده يعني أدّيها الشكل اللي هو البيضاوي اللي أنتم شايفينه ده. بُصّوا بالشكل ده، بُصّي يعني اضغطي عليها شوية كده وبعد كده إيه، يعني بال3 صوابع بتوعِك كده وادّيها الشكل اللي أنتم شايفينه ده. بس برضه ما تخلّيش السمك بتاعها يبقى تخين ولا السمك بتاعها يبقى إيه، رفيّع أوي عشان برضه تبقى ماسكة نفسها كده ونعرف إن إحنا نشكّلها كويس. هاشكّل بقى الكمية بتاعتي كلّها وابتدي بقى إن أنا بعد ما شكّلتها وخلّصت التشكيل بتاعي، هابتدي بقى إن أنا أحطها عندي في الفريزر زي ساعتين كده أو حاجة بس لمّا تتجمد، مجرد إن هي اتجمدت معاكِ عشان نعرف يعني نكمّل بقية الخطوات بتاعتنا وتبقى سهلة بالنسبة لنا. بُصّوا بعد ما خلّصت كده واتجمدت عندي في الفريزر، ده بيكون الشكل بتاعها عشان تبتدي بقى إن أنتِ إيه، تحطيها في المكونات اللي بعد كده. باجيب هنا خلطة كريسبي طبعًا أنا جايباها من عند العطار وبتكون هي يعني بتكون خشنة شوية، فأنا طحنتها هنا في المطحنة عشان تكون ناعمة بالشكل ده. وابتدي بقى أنا أجيب الخليط بتاعنا، بس هنا أنا في الواحدة هي الأولانية دي حاسة كده إن القوام العجين اللي إحنا عملناه أو قوام الخليط اللي إحنا عملناه يعني سميك شوية أو تخين شوية، فأنا خفّفته كمان، يعني عايزة القوام بتاعه أخف من كده شوية. هتبتدي بقى إن أنتِ تحطيه في الخليط بتاعنا وبعد كده تحطي هنا في خليط الكريسبي، أنا مش حاطة عليه أي إضافات، بس مجرد إن أنا يعني إيه طحنته في المطحنة شوية عشان بيبقى خشن شوية كده، فأنا عايزاه بيبقى النعومة بتاعته دي مش ناعم أوي برضه ولا هو خشن أوي. بُصّوا أنا هنا بعد ما خفّفت شوية الخليط بتاعنا بيكون بالشكل ده، بحيث إن هو إيه يكون ثابت برضه برضه ما يبقاش تخين أوي معاكِ كده ويعطي طبقة تانية تخينة.
بس كده بابتدي إن أنا أحط هنا، وبعد كده أغلّف كويس جدًا وأضغط بإيدي كده لغاية أمّا تتغلّف كويس جدًا كده الخلطة بتاعتنا الحلوة دي، بس كده. بابتدي بقى إن أنا أخلّص كل الكمية بتاعتي وهو متجمد كده، حمّريه بقى وبألف هنا، بجد وصفة اقتصادية ووصفة سهلة وسريعة، وعايزة أقول لكم الطعم خيال. بجد جرّبوها واعملوا منها كمية وحطوها عندكم في الفريزر، أنا هاوريكم دلوقتي أنا هافرّزها. بس بجد هتعوزي كده تطلّعيه منها يعني وقت الأكل كده بتطلّعيها قبلها ب5 دقايق وحمّريها، بجد طعمه فظيع يعني، والتتبيلة والخضار اللي إحنا حطيناه في قلبه بجد تحفة، مخلّيه طعمه زي العسل. وبس كده هاحمّر بقى يعني على قد كده الأكل بتاعنا، وبعد كده نشيل بقية الستريبس الحلو بتاعنا ده في الفريزر. بس كده حمّرته على الوشين لغاية أمّا أخد معايا اللون الدهبي الحلو ده. عايزة أقول لكم بجد يا بنات وصفة طعمها تحفة، جرّبوها عشان بجد هيعجبكم أوي. تمشي بقى مع كده شوية مكرونة في غدوة كده بسيطة، يعني مش لازم كل حاجة تبقى باللحوم وبالفراخ، لأ جرّبوا الوصفة دي النهارده وإن شاء الله هتعجبكم. تمشي برضه مع شوية سلطة وشوية رز كده أنتِ عاملاه، يعني عايزة أقول لِك تمشي معاكِ في كل الحالات، بجد تحفة وجرّبوها عشان بجد هتعجبكم أوي. وعايزة أقول لكم إن هي crispy كده ومقرمشة من برّه وما شاء الله طرية من جوّه، عايزة أقول لكم هتعجبكم أوي. هاسمّعكم الصوت بتاعها دلوقتي، أنا دلوقتي فرّزت منها أهوّة وحطّوه في الفريزر، وده بقى اللي هناكله. اسمعوا بقى صوت القرمشة بتاعتها الحلوة دي. بجد وهمية يا بنات، جربوها عشان بجد هتعجبكم أوي، من الوصفات السهلة السريعة الموفرة اللي تنفع معاكِ مع أي وجبة تكون جانبية يا رب كده. الفيديو كان عجبكم يا بنات، ما تنسوش تدعموني بلايك وشير مع أصحابكم واشتركوا في القناة، وأشوفكم على خير في فيديو تاني جديد، مع السلامة.